بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل فيديو النهارده الفراخ الستريبس مع الرز الريزو والصوص بتاعها وكمان سلطه الكول سلو. انا هقول على طول بسم الله في المقادير. انا هنا مجهزه بصلايه وهحط فيها نص كوبايه لبن وهضربهم في الخلاط وهرجع لكم. انا ضربت كده البصله مع اللبن، هصفيهم بس في مصفى كده ضيقه. على فكره ممكن تستغني عن خطوه اللبن وتخليها ميه بس انا بالنسبه لي بحب اللبن، بيدي طراوه للفراخ. انا كده خلاص صفيتها كلها بالمصفى السلك تمام. هحط حوالي معلقه ليمون وكمان معلقه خل والبهارات اللي عندي جنزبيل بودر وتوم بودر وبصل بودر وبابريكا وشطه، وطبعا بقى الملح حسب الرغبه. انا هنا جايبه نص كيلو صدور فراخ، تقدري تزودي في الكميه زي ما انت عايزه. انا مقطعه، كانت جايباها صدور سليمه مش بانيه، ومقطعها كده شرايح بالطول. انا هحطها هنا، هقلب كويس. زي ما قلت لك انت تقدري تستغني عن خطوه اللبن بان انت تعمليها بميه عادي، بس انا بحب اعملها باللبن، بتبقى نكهتها احلى. انا هنا بس مجهزه كده معلقه دقيق كبيره، احطها معاها واسيبها بقى في التتبيله ديت على الاقل 4-5 ساعات. انا هشيلها بقى في التلاجة واجهز لكم خطوه الكول سلو. ممكن كمان زياده للحلاوه اكتر واكتر تحطي معلقه مستردة صغيره ومعلقه كاتشب صغيره. هي ممكن ما تحتاجهاش خالص، بس انا كده بحبها يعني زياده تكايه من عندي، بصراحه بتخلي الطعم خرافه. زي ما قلت لكم كده بقى هسيبها في التلاجة ونجهز خطوه سلطه الكول سلو ونكمل بقيه الخطوات. بقى خطوة الكول سلو سهلة جدا. انا معلقتين مايونيز كبار وعليهم معلقة سكر، معلقة كده ونص سكر كبيرة، وشوية لبن يعني حوالي معلقتين كبار كده، ومعلقة خل صغيرة، وذرة ملح بسيطة عشان المايونيز اصلا عليه ملح، واحنا كده كده السلطة دي بتبقى المفروض مسكرة اكتر. هنقلبهم كويس كده تمام. دابوا السكر مع الخلطة. انا هنا مجهزة كرنب مبشور، كرنب السلطة طبعا، وجزر مبشور. طبعا لازم تعملي كمية الكرنب اكتر من الجزر. طبعا انا مش قايله لك كمية، انتي حسب عدد افراد اسرتك. وعلى فكرة ممكن تستبدلي السكر، ممكن تعملي عسل نحل المتاح بالنسبة لك. طبعا برضو السلطة بتقعد في التلاجة على الاقل 3-4 ساعات، فلو انتي حابة تعمليها هي والفراخ من بالليل مفيش مشكلة، على الاقل تتنغنغ في التتبيله وتتشرب منها كويس. وبعد كده بقى نجهز خطوه الرز والصوص بتاع الرز الريزو. انا دلوقتي هعمل خطوه الريزو. انا هنا في معلقتين زيت وفيهم فص مستكه، هنزل فيهم بالرز مغسول. طبعا انا مش قايله كميه، دي كميه اللي انتي حسب افراد اسرتك. انا هسيبه بس يتشوح شويه كده تمام. الرز اتشوح، هنزل بقى بمعلقه كاتشب كبيره واقلب. انا برضو كده اديته تشويحه مع الكاتشب. البهارات بقى اللي عندي توم بودره، بصل بودره، جنزبيل بودره، كاري وكركم وزعتر وملح حسب الرغبه ونص معلقه سكر. هسيبهم برضو كده يتشوحوا شويه. انا هنا تمام سبتهم يتشوحوا مع البهارات. عايزه اقول لك ريحته تجنن. هنزل بقى هنا بالميه السخنه او الشوربه المتاح عندك. انا عندي شوربه، طبعا لما بيبقى شوربه بيبقى الطعم احلى واحلى، بس لو ما عندكيش ممكن ميه سخنه عادي، طبعا على قد مقدار الرز اللي انت عاملاه. انا كده تمام، هسيبه بقى ياخد غلوتين، بعد كده اوطي عليه عشان يتشرب ونجهز بقى صوص الريزو. انا جاهز دلوقتي صوص الريزو. هو سهل جدا، عباره عن معلقه عسل اسود ومعلقه صوص باربيكيو ومعلقه كاتشب ومعلقه وسترشاير صوص لو مش موجود عندك مش مشكله، ومعلقه خل صغيره وفص ثوم مفروم ومعلقه كاري. هنقلب كل دوت
ونخففه بشوية مية بسيطة، حوالي كده معلقة كبيرة. بعد كده نديهم غلوة على النار. هو كده تمام، انا حطيته على النار بقى ياخد غلوة واحدة بس. وطبعا ضمنت ان كل حاجة جابت، العسل مع الكاتشب مع الثوم مع كل المكونات اللي احنا حطيناها. انا بس كده اطفي عليه، وعلى بال بقى ما الرز يستوي نقلي بقى الفراخ. انا هنا بقى هبتدي ابدر الفراخ. دي كوبايه دقيق، عليها معلقه نشا كبيره، وعليها ذره بيكنج باودر صغيره. هقلبهم مع بعض. انا طبعا حاطه زيت سخن على النار، لازم الزيت يبقى حامي بس على نار متوسطه. انا هبتدي ابدر بقى الفراخ. انا بحط الفراخ كلها على بعض علشان يبقى في شكل القرمشه على الدقيق والفرخه تبقى كده. لو عملتها واحده واحده مش هتديني نفس الشكل دوت لما تتقلي. انا بس حبيت اوريكم الخطوه ديت. انا هنزل بقى بالفراخ، بسم الله. انا حبيت اوريكم بس شكل القرمشه بتاع الدقيق، هو ده اللي انا اقصده، ان يبقى فيها قطع كده مقرمشه. انا بقى هقلي كل الكميه وبعد كده اطلعها لكم بقى في الاخر مع الرز والصوص والكوسه. ده شكله نهائي بعد ما طلع. عايزه اقول لكم طعمه وريحه تجنن. ان شاء الله لو اتبعتوا الوصفه هتعجبكم جدا، واضمن واوفر بكتير من بره، على ان انتي ضامنه حاجه بيتك عامله ازاي. ان شاء الله لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم بوصفات تانية جديده.